تأملات قرآنية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سلسلة رمضانية من إعداد وتقديم دكتور عويس النجار، إخراج أبو بكر سهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الإملاق هو الفقر، وقد كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يقتلون أولادهم، إما لوجود الفقر أو خشية وقوعه في المستقبل، فنهاهم الله تعالى عن الأمرين. فالآية الأولى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تقتلوا أولادكم لفقركم الحاصل، فإن الله متكفل برزقكم ورزقهم. ولما كان الفقر موجودا بطبيعته بداية، ضمن الله لكم رزقكم أولا، فقال: نحن نرزقكم وإياهم. أما الآية الثانية قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، أي أن الإملاق ليس موجودا، ولكن قتلهم يكون بسبب وقوعه مستقبلا، أو خشية وقوعه بسبب الأولاد، أي خشية أن تفتقروا أو يفتقر من بعدكم. فالله تعالى طمأنكم وضمن لكم رزقهم قبلكم أنتم، فقال سبحانه: نحن نرزقهم وإياكم. وفي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن التقديم والتأخير في القرآن الكريم لا يكون عبثا، إنما له معنى ومغزى، وله صلة بما قبله وما بعده. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا يتجدد اللقاء مع حلقة جديدة من تأملات قرآنية، ونترككم في رعاية الله وحفظه، مع تحيات رضا عبد السلام.